اهلا بيكم اعزائي المشاهدين والمتابعين لقناتنا قناه فور يو من اجلك، وشرح جديد معانا في مجال الموسيقى. والشرح بتاعنا النهارده في اورج 2024، وشرح مهم جدا للمبتدئين. لازم يتابعوا معانا الفيديو للاخر علشان يستفيدوا منه. الشرح بتاعنا النهارده عن بنك الموسيقى في اورج 2024. كلنا عارفين طبعا اي عازف اورج بيشتغل بحاجتين: رقم واحد بيشتغل بالإيقاع، رقم اتنين بيشتغل بالآلة. الإيقاع اللي بيشغله قبل ما يعزف عشان بيعزف عليه بالآلة الموسيقية اللي بيعزف عليها. ومميزات الأورج زي ما احنا عارفين إن أنت تقدر تعزف بيه أي آلة، أي آلة أنت عاوزها. تقدر ترتلها وتغير النغمة بتاعتها وتعدل عليها وتطلع من صوتها القديم صوت جديد مفيش حد سمعه قبل كده وتعزفه. تقدر تعزف على الأورج القانون، تقدر تعزف العود، تقدر تعزف كمان، تقدر تعزف كورديون، تقدر تعزف بيانو، تقدر تعزف أي حاجة أنت عاوزها. واللي بيسهل لك ده كله بنك الموسيقى اللي موجود في الأورج. لكل المبتدئين اللي بادئين معانا، بنك الموسيقى في أورج الموبايل موجود شبيه جدا باللي في الأورج الحقيقي. اللي في الأورج الحقيقي بتلاقي شاشة في الغالب بتكون تاتش موجودة في نص الأورج من فوق. دي بتقدر تغير فيها، تسيك وتغير الإيقاعات وتغير الآلات اللي بتعزف بيها وتتنقل ما بينهم بشكل سريع عشان تطلع عزف احترافي. معانا في أورج الموبايل هنا نبتدي بالإيقاع. طبعا متاح ليك في أورج الموبايل تحمل عليه أكتر من سيت براحتك خالص، مادام مساحة الموبايل تشيل معاك، ومادام قوة وتحمل الموبايل من بروسيسور ورام تتحمل معاك السيت ده. لازم نكون عارفين اي حد بيشتغل بالسيت بتاع اورج الموبايل، كل ما السيت يبقى مساحته قليلة كل ما يبقى خفيف على الجهاز وما يسخنش الجهاز. كل ما مساحة السيت تكون كبيرة بيتقل الجهاز معاك، وده طبعا بيضايقك شوية في العزف، بيعمل عملية تأخير بسيطة، وكمان بيسخن البروسيسور معاك. فحل الموضوع ده ان احنا نحاول نوزع الايقاعات والآلات اللي احنا بنشتغل بيها على اكتر من سيت عشان يبقى سيت خفيف وممتاز معايا في الشغل، واقدر اشتغل عليه باحتراف زي الأورج الحقيقي بالظبط. الايقاعات بتاعتنا بتلاقي في بنك الموسيقى في المربع اللي في النص من فوق دوت. عندنا الجزء اللي على الشمال اللي لونه نبيتي ده، دي الايقاعات بتاعتي. ممكن نضغط على اول ونجيب الايقاعات كلها مع بعضها، وممكن تكون متصنفة معايا ايقاعات سريعة، ايقاعات بطيئة، ايقاعات شرقية، ايقاعات غربية. بجيبها من الحاجات اللي تحت اللي على الجنب دي، اللي هي مكتوب جولدن، مكتوب ارابيك، مكتوب بيرسون. واخد لي بالك اللي على الجنب دي هي دي التصنيفات. انا صنفت الايقاعات بتاعتي لاكتر من صنف او اكتر من مجموعة، وزعتهم على مجموعات مختلفة. انا بعزف راب، اقدر احط في السيت بتاعي 10 ايقاعات راب على 10 ايقاعات شرقية، 10 ايقاعات غربية. اللي انا عاوزه كله بحدده. لو انا ليا معزوفات معينة فبجيب المجموعة دي على بعضها واتنقل ما بينها واغيرها. دي من ضمن المميزات اللي في الأورج. الايقاع عشان نشغله بنضغط هنا على ده. اول ايقاع مثلا احنا عاملين اول، يبقى جايبين الايقاعات كلها مع بعضها. لو اخترنا في الاختيارات اللي على الجنب هنلاقيهم متصنفين كل مجموعة على بعضها. بنضغط على الزرار الاحمر اللي في النص اللي تحت البنك ده. ده ايقاع، اتغير الصوت معايا زي ما انتم شايفين. طبعا على الجنب التاني ده شايفين ايقاعات مختلفة كلها. بقدر ان انا عندي متقسمة لصفحات. ادي صفحة واحد،
دول كده 1 2 3 4 معايا 8 ايقاعات في كل صفحة. صفحة 2 فيها 8 3 4 5 6 7 سوري اتكيتها غلط 7. الصفحة السابعة فيها ايقاعين 2 بس، لكن الستة فيها 8. انا بقى ممكن احمل سيت فيه 700 ايقاع، الاقي قدامي 50 صفحة 60 صفحة 70 صفحة على حسب عدد الايقاعات اللي معايا. بس كل ما الايقاعات والالات زادت كل ما مساحة السيت زادت، وبالتالي بيبقى اتقل على الجهاز. خلصنا كده من الايقاعات. ندخل بعد كده على الالات. بنضغط على القائمة الزرقاء اللي فوق دي كده الالات بتاعتي. ده صوت البيانو، شايفين الاصوات دي الاصوات الاساسية اللي نازلة مع الاورج. دي اصوات مرتلة زي ما انتم شايفين، بتديني نغمة جديدة خالص. شايفين ده صوت الجيتار، وده الجيتار كهربي. ده الهارموني، ده الفلوت، ده القانون ده صوت القانون، البيانو العادي. شايفين الزم، ده الزم المزمار. أصوات كتير مختلفة في الأورج. من خلال بنك الأورج، بنك الموسيقى اللي في الأورج، بقدر أشتغل عليه. وبقدر كمان أسيف 4 أصوات. بيبقى فيه صوت في الخانة اللي فوق دي، المستطيل اللي فوق الأزرق ده، وفي صوت في اللي بعديها واللي بعديها. بقدر أختار 4 أصوات، وأنا بعزف بقدر أتنقل ما بينهم عشان يديني سرعة ويديني أداء أفضل. طبعا الكلام ده في احترافية العزف هنشوفه مع بعض في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. يبقى بنك الموسيقى بيتيح لي حاجات كتير، إن أنا أتنقل ما بين الإيقاعات وأغير فيها على حسب المعزوفة بتاعتي، وكمان أصوات الآلات أتنقل ما بينها وأنا بعزف بشكل سريع على حسب المعزوفة بتاعتي، عشان أطلع بعزف احترافي وعزف ممتاز. وغير كده كمان شايفين مثلا ده صوت من الأصوات. من مميزات الأورج طبعا إن أنت بيبقى عندك في الأورج الاحترافي الغالي عندك زرار على الجنب، بتقدر لما تحركه تعمل تغيير في صوت الآلة زي كده. بصوا الكلام ده كده عندي فين؟ على الشمال في القرص اللي في النص اللي مكتوب عليه VIP. لما يبقى البرنامج بتاعك مفعل او انت فعلته باي طريقه او شكل من الاشكال، بتقدر تاخد النسخه VIP اللي هي علامه VIP اللي على الجنب على الشمال فوق. بنعمل كده زي ما انتم شايفين. شايفين الصوت بيتغير معايا ازاي؟ ده زرار زي الماوس كده اللي بيكون في بعض أجهزة الموبايل أو في دراعات البلاي ستيشن، بقدر أعمل بيه تنغيم لصوت الآلة اللي أنا بشتغل عليها وبعزف عليها. شايفين؟ دي من ضمن مميزات الأورج في بنك الموسيقى. وكده الشرح بتاعنا خلص، يا رب تكونوا استفدتوا منه، وفي انتظار دعمكم لينا يا جماعة. اشتركوا في القناة، فعلوا جرس الإشعارات، اكتبوا لنا تعليق، اعملوا لنا لايك على الفيديو، وشاركوا الفيديو مع كل أصدقائكم عشان يشتركوا معانا في القناة ويستفيدوا من كل الشروحات اللي بنقدموها. وهتلاقوا رابط قناة التليجرام موجود يا إما في الوصف أو في أول تعليق مثبت. ادخلوا عليه وحملوا كل الحاجات اللي هنقدمها لكم في كل الشروحات اللي جاية إن شاء الله.